برشلونة يسرق صفقة صلاح من ليفربول ودورتموند. كومان يحرق كل شيء بتصريح ناري عن ريال مدريد وهالاند. وليفاندوفسكي يصف مهاجم برشلونة الجديد بالاستثنائي، بينما راشفورد يرد بقسوة. ويورينتي يصدم الجميع بمستقبل ألفاريز. وكانسيلو يتهم الهلال ويشيد بالنصر. ورسالة حاسمة من يامال: لا تقارنوني به. هذا البارسا مش عادي، ميسي وكلوب. أنت الآن في متحف الفنون المعاصرة في برشلونة. أنا برشلونة، أنا كبير كتالونيا، أنا عملاق إسبانيا، أنا رمز أوروبا، أنا اسم المونديال. تفوق ليفربول على برشلونة وبروسيا دورتموند في صفقة صيفية مبكرة بحسب الصحفي الإيطالي البارز في ماركا الإسبانية ماتيو موريتو. وقال موريتو عبر حسابه على منصة إكس اليوم الجمعة: سيتنقل صامويل مارتينيز النجم الشاب الصاعد لنادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي ليصبح لاعبا جديدا في صفوف ليفربول الإنجليزي. وتابع: تعمل الأطراف المعنية حاليا على إنهاء الوثائق والمستندات الرسمية لإغلاق المفاوضات نهائيا، حيث من المقرر أن تغلق الاتفاقية مقابل قرابة مليون يورو، مع احتفاظ النادي الكولومبي بنسبة مئوية من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب. وجه الهولندي رونالد كومان مدرب منتخب هولندا انتقادات لاذعة لريال مدريد، وأصفا موسمه بالضعيف للغاية، مؤكدا في الوقت ذاته أن برشلونة مؤهل لبدء حقبة هيمنة في السنوات المقبلة بفضل جودة لاعبيه ومشروع هانز فليك. وجاءت تصريحات كومان على هامش مشاركته في بطولة كأس كومان الخيرية للجولف التي ينظمها بنفسه في نسختها السادسة. وقبل انطلاقه للعب مع الضيوف تحدث لوسائل الإعلام عن الوضع الراهن في الكرة الإسبانية، مشيدا بما حققه برشلونة هذا الموسم. وقال كومان: قد تكون هذه بداية حقبة من الهيمنة، لا يوجد فريق في العالم يخرج لاعبين بمثل هذه الجودة العالية التي يتمتع بها برشلونة مع أكاديمية لاماسيا. إنه إنجاز عظيم لفليك واللاعبين الفوز بلقبين في الدوري، لديهم مستقبل باهر للغاية. وعن خليفة روبرت ليفاندوفسكي، شدد كومان على حاجة برشلونة لمهاجم هداف من الطراز الأول، واضعا إيرلينغ هالاند في مقدمة خياراته. يجب أن يكون المهاجم رقم 9 هدافا. فيران يقدم أداء رائعا، لكن إذا كان ممكنا على برشلونة محاولة ضم أفضل مهاجم حاليا، الأفضل بالنسبة لي هو هالاند الذي يعشق تسجيل الأهداف. إذا تمكن برشلونة من التعاقد مع لاعب مثله فسيكون ذلك أمرا مختلفا. وفي المقابل لم يتردد كومان في وصف موسم ريال مدريد بالسيء، مشيرا إلى التوتر الذي ساد داخل الفريق ومع المدرب ألفارو أربيلوا. ريال مدريد فريق كبير جدا، والفوز بالألقاب أمر متوقع، وقد كان موسما سيئا للغاية بالنسبة لهم. حدثت أمور لا ينبغي أن تحدث عادة. يستعد برشلونة لحسم ملف الدفاع قبل انطلاق موسم 2026-2027 في ظل سعي حثيث من هانز فليك والإدارة الرياضية لتدعيم الخط الخلفي بقلب دفاع جديد، إلى جانب الأولوية الكبرى المتمثلة في ضم مهاجم قادر على حسم المباريات. وفي الساعات الأخيرة عاد اسم مألوف بقوة إلى دائرة اهتمامات النادي الكتالوني، وهو البولندي ياكوب كيويور، المدافع الذي طالما ظهر في قوائم الانتقالات الصيفية للبلوغرانا. وكشف الصحفي ماتيو موريتو عبر برنامج استيقظوا في سان فرانسيسكو على إذاعة ماركا عن متابعة دقيقة من برشلونة للاعب، وقال: لدى برشلونة عدة أولويات في سوق الانتقالات، فهم بحاجة إلى مهاجم ومدافع، وأحد الأسماء التي يراقبها البارسا طوال العام ويرسل كشافين لمتابعته مباشرة هو كيويور من بورتو. وأضاف موريتو: لا توجد مفاوضات حاليا، إنه لاعب يتابعه برشلونة عن كثب منذ الأشهر القليلة الماضية، لكن في الوقت الحالي يركزون على المهاجم. ويملك أرسنال اللاعب البولندي المعار حاليا لبورتو بصفقة تتضمن خيار شراء إلزامي بقيمة 17 مليون يورو تقريبا، بالإضافة إلى مكافآت متغيرة. ويبلغ كيويور 26 عاما ويتمتع بطول 1.96 مترا، ما يمنحه تفوقا في المواجهات الهوائية، وهو يلعب في مركز قلب الدفاع الأيسر، لكنه يمتلك مرونة تكتيكية تتيح له اللعب كظهير أيسر أو حتى لاعب وسط دفاعي. وتتميز خصائصه بالبنية الجسدية القوية والقدرة الجيدة على توزيع الكرات والتعدد الوظيفي في المراكز، وهي صفات تنسجم مع فلسفة فليك التكتيكية.
ليفاندوفسكي أشاد به، وقبل بضع سنوات عندما كان كيويور يلعب في نادي سبيزيا الإيطالي أشاد به مواطنه روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة بحسب ما نقلته صحيفة سبورت. وقال ليفاندوفسكي حينها: هذا أمر واقعي، لقد أدركت ذلك خلال الإحماء قبل المباراة ضد هولندا، سألت من هذا؟ ثم رأيته خلال المباراة، لقد كان استثنائيا، لديه حقا إمكانيات هائلة. بينما تتصاعد أسهم كيويور كبديل اقتصادي ومرن، تتلاشى تماما فرص ضم الإيطالي أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان الذي كان يعتبر الهدف الأول للبارسا. وأكد موريتو أن صفقة باستوني ليست ملغاة تماما، لكنني أقول إنها مخفضة بنسبة 99%. عاش النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم 18 عاما يوما مثاليا أمس الخميس، حيث تألق بشكل لافت وقاد فريق برشلونة تحت 19 عاما إلى نهائي كأس أبطال الشباب كوبا دي كامبيونز إثر الفوز على لاس بالماس في نصف النهائي. وسجل حمزة الهدف الأول لبرشلونة خلال المباراة التي انتهت 2-0 ليضمن الفريق الكتالوني مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب الكالا دي إناريس. وفي هذا الصدد ذكرت القناة العامة الكتالونية أن المهاجم الدولي المصري أكمل اليوم المثالي بتسجيله هدفا جميلا بعد إنهاء هجوم جماعي رائع ليساهم بشكل كبير في تأهل البارسا إلى النهائي ويمنح الكرة الإسبانية مباراة كلاسيكو على مستوى الشباب. وجاء هذا التألق بعد ساعات فقط من استدعاء عبد الكريم إلى قائمة المنتخب المصري الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026. وانضم عبد الكريم إلى أكاديمية لاماسيا في سوق الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة مع خيار الشراء قادما من الأهلي المصري. وأشارت القناة الكتالونية إلى أن برشلونة قرر تفعيل خيار الشراء رسميا مقابل نحو 4.5 مليون يورو، شاملة الحوافز الثابتة والمتغيرة ليحصل على خدمات اللاعب بشكل نهائي. أثار اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد الجدل بعدما أعرب عن امتنانه لكل من برشلونة وأستون فيلا بعد تأكيد استدعائه لقائمة منتخب إنجلترا للمشاركة في كأس العالم. ووصل راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، لكنه تأقلم بسرعة مع الفريق الكتالوني. ونشر راشفورد عبر حسابه بشبكة إنستغرام: شكرا لأوناي إيمري، هانز فليك، توماس توخيل، أستون فيلا، برشلونة وإنجلترا على إيمانكم بي عندما أصبحت الأمور صعبة. وذكرت صحيفة سبورت أن راشفورد كان واضحا في اختياراته عندما حان وقت الشكر، ولم يذكر ناديه الأساسي مانشستر يونايتد، لكن راشفورد تدارك الأمر وكتب عبر حسابه على موقع إكس لتوضيح قصتي على إنستغرام: لم تكن موجهة كإساءة أو تلميح من أي نوع. وشدد: أنا مشجع لمانشستر يونايتد وسيبقى الأمر كذلك، كنت فقط أعبر عن امتناني للأندية والمدربين الذين عملت معهم في آخر 18 شهرا، فقد لعبوا دورا كبيرا في استدعائي للمنتخب. يبدو أن الصيف المقبل سيشهد تحركات كبيرة في سوق الانتقالات، وفي القلب منها اسم المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز الذي بات محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى. وبحسب تقارير صحفية إسبانية فإن باريس سان جيرمان وبرشلونة يهتمان بضم ألفاريز، لكن مستقبله لا يزال مجهولا حتى اللحظة. وفي هذا السياق ظهر لاعب أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي مساء الخميس في برنامج إل بارتيدازو التلفزيوني، حيث وجه إليه سؤال مباشر حول بقاء ألفاريز مع الفريق من عدمه، فاعترف بأنه لا يملك أي معلومات في هذا الشأن، قائلا: لا أعرف، لا نعرف شيئا، ولا هو نفسه يعرف حتى اليوم. بل إن يورينتي ذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أنه لم يناقش هذا الموضوع مع المهاجم الأرجنتيني، وأضاف: لا أسأله. علاوة على ذلك هذا السؤال محرج للغاية. وحين كرر عليه السؤال أصر على موقفه قائلا: لا أعرف، أراه بخير. كان المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد ماتيو أليماني قد دعا قبل أسبوع إلى التزام الهدوء إزاء الأنباء التي أشارت إلى اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع ألفاريز، مؤكدا:
من الواضح أننا نواجه تكهنات طوال الموسم، لأنه عندما يمتلك فريق لاعبين جيدين يصبحون موضع رغبة الأندية الأخرى ويصبحون عرضة للتكهنات الصحفية، لكن الأمر لا يتجاوز ذلك. وأضاف أليماني: الفكرة هي التحسن، وللتحسن علينا الاحتفاظ بما لدينا من لاعبين جيدين وهم كثيرون، في إشارة واضحة إلى رغبة النادي في الإبقاء على ركائزه الأساسية وعدم الانجرار وراء ضغوط السوق والإغراءات المالية التي قد تأتي من الأندية المنافسة. عاد البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق الهلال المعار إلى برشلونة للهجوم مرة أخرى على الزعيم بتصريحات مبطنة بعد تتويج النصر بلقب دوري روشن. واستطاع النصر أن يحقق لقب دوري روشن بعد صراع شرس مع الهلال امتد إلى الجولة الأخيرة التي شهدت فوز العالمي على ضمك بنتيجة 4-1. وقال كانسيلو في تصريحات لشبكة TNT سبورتس: لقد شاهدت تتويج النصر، فهو فريق رائع وظهر بشكل جيد على مدار الموسم، تهانينا لهم. وأضاف: حينما يكون هناك رجال يوفون بوعودهم تكون النهاية سعيدة. أهنئ الفريق الأفضل في السعودية بتحقيق لقب الدوري. وسبق وأن شن كانسيلو هجوما ناريا على إدارة الهلال، وذلك بعد الانتصار على ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير وتحقيق لقب الدوري مع البارسا. كانسيلو وقتها أكد أنه تلقى وعدا بقيده في القائمة المحلية مع الهلال، ولكن بعد ذلك تراجع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عن الفكرة، وهو ما فجر غضب اللاعب وطلب الرحيل في فترة الانتقالات الأخيرة. قال لامين يامال نجم برشلونة والمنتخب الإسباني: إن الماتادور يقدم حاليا أفضل كرة قدم، ويستعد المنتخب الإسباني لخوض كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة بجوار السعودية وكاب فيردي وأوروجواي. وأضاف يامال خلال حواره مع موقع الفيفا: علينا الثقة في أسلوب لاعبنا الذي أثبت نجاحه، وأن نقدم كل شيء من أجل التتويج بكأس العالم. وتابع: ترشيح إسبانيا لحصد لقب المونديال لا يمنحنا أفضلية أو أي شيء، فقد حدث العكس في يورو 2024 وتوجنا باللقب القاري رغم خروجنا من دائرة الترشيحات قبل انطلاق البطولة. ولفت: هناك العديد من المنتخبات القوية في كأس العالم 2026 مثل فرنسا والبرتغال والأرجنتين حاملة اللقب وإنجلترا. وأوضح: أسعى ألا يقارنني أحد بمستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وكيليان مبابي، بل أريد وضع وذكر اسمي بجانبهم. وأتم يامال: أريد صناعة هويتي الخاصة والاستمتاع بكرة القدم وإسعاد الجماهير. برشلونة يخطط لضربة قادمة، كومان يحرق الجسور مع ريال مدريد، ويورينتي يربك الجميع بمستقبل ألفاريز، بينما كانسيلو يفتح ملف الدوري السعودي بتصريح ناري، ويامال يغلق ملف المقارنات بكل ثقة. الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت. الفريق الذي يتحرك بذكاء الآن هو من سيحسم المشهد غدا. أنتم من ستقررون؟ هل تنجح صفقة خليفة صلاح في ليفربول أم يرحل إلى إسبانيا؟ وهل يصدق تصريح كومان أم أنها مجرد حرب كلامية؟ شاركوني رأيكم في التعليقات. ومن تتوقعون الفائز الأكبر في هذه الصفقات؟ لا تنسوا لايك إذا كنتم مع برشلونة أو ضد ريال مدريد، واشتركوا بالقناة عشان ما تفوتكم أي حصيلة حصرية. والسلام عليكم.